السلام عليكم، مرحبا بكم. الا كنتي اول مره كتفرج فيا، معك ايوب الزيداني. اخوان، من النهار باش كنحط الفيديوهات في اليوتيوب ولا في فيسبوك ولا في اللايفات في انستغرام، كان ديما كيطرح لي واحد السؤال، الا وهي: واش هاد الجامعه هادي كتقبل الاجانب؟ واش هاد الجامعه هادي مزيانه الناس الاجانب؟ واش هاد الجامعه هادي عندي فيها نسبه كبيره ديال الحظوظ انني نتقبل فيها، او لانهم كيقبلوا الاجانب بزاف؟ داكشي علاش قررت دابا انني غنحط لكم واحد السلسله ديال الجامعات اللي كننصحكم بهم انايا، لانهم عندكم فيهم نسبه كبيره باش انكم تقبلوا. وكيف شفتوا في العنوان دابا غندير لكم بواحد المدينه اللي فيها واحد الجامعه اللي فريمون انا ندمت حيت ما دفعتش ليها، اللي هي جامعه تورينو. كيف شفتوا في العنوان، صراحه انا كتجيني تورينو هي مدينه ماشي ماشي ايطاليه، هي مدينه مغربيه. مشيت ليها وشفت فيها شي حوايج اللي ما عمرنا شفتهم شي مدينه اخرى ايطاليه. شي مدينه اللي كتهبط تبغي تفطر كتلقى مول مسمن، كتلقى فيها محلابه المهم داك الشيء زوين صراحه. وهي مدينه عامره بالمغاربه، عامره بزاف بالمغاربه. نقدر نقول لك هي المدينه اللي فيها اكثر نسبه عدد ديال المغاربه هنا في ايطاليا. باش ما نطولوش ندخلوا نيشان في الموضوع. المهم الا كنتي كتفكر ولا كنتي كتفكر انك تجي تقرا في ايطاليا في فطورينو من الجامعات اللي انا كنصحك بهم. كان مدينه، هي واحد المدينه اللي هي عريقه وقديمه بزاف، بحيث انك الا كنتي باغي تقرا وتخدم مزيانه بزاف، مزيانه ومخيره كاع. في هذا الفيديو هذا غنعطيك يعني دليل، كما تقول دليل شامل على المدينه وعلى الجامعه. فجامعه تورينو اللي كنتي باغي تقلب عليها وبغيت تعرف عليها بزاف المعلومات، فهي الاسم ديالها يونيفرسيتà degli studi di تورينو، واختصار ديالها اللي هو اونيتو. فإلا قلت لك امتى تأسست الجامعه هذه، غايده لك راسك تأسست في 1404. تخيل معايا شحال من عام داز عليها. قلت لكم الجامعه ديال تورينو عندهم تقريبا 27 كليه او مدرسه اللي تابعه للجامعه هذه، زائد غير في هذا العام هذا عندهم اكثر من 70,000 طالب. تخيل معايا شحال شحال ديال الطلبه غتجمع معاهم. النقطه الثانيه اللي غندوي عليها هي التخصصات. حتى السؤال هذا كيوصلني بزاف، تقول لي ايوب عافاك، واش هذه الجامعه فيها التخصص؟ واش الجامعه فيها التخصص؟ وانا صعيب عليا نجاوب على كل شيء ونجاوب اي واحد ونقلب على اي واحد التخصص ديالو. نقول لكم بعض التخصصات اللي كاينين في تورينو. بطبيعه الحال ما عاقلش عليهم كاملين في راسي، قيدتهم في البيسي نقراهم عليكم. الا قلنا نبدا لكم بالعلوم العلوم الطبيعيه والتكنولوجيا، الشعبه ديال الفيزيك والكيميك وعلوم الحياه والارض والتكنولوجيا الحيويه، وزادوا واحد الشعبه اخرى اللي هي زوينه واللي عندها مستقبل كبير هنا للمستقبل، هي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. اخوان، اللي مهتم بهذه الشعبه هذه الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ما تضيعوش هذه الفرصه هذه. الا قدرتوا انكم كان عندكم الشرط انكم ديروها. نمشيو للعلوم الطبيه والصحيه. عندهم الطب البشري، الصيدله لا فارماسي، طب الاسنان، التمريض وعلوم التغذيه. يعني اي واحد ما تمشي بشي برونش بهادو كاينين في تورينو. بالنسبه للعلوم الانسانيه والفنون، كاين الادب الايطالي والعالمي، كاين التاريخ والفلسفه وعلم النفس، هادو كاينين في تورينو. العلوم الاجتماعيه، كاين الاقتصاد، اداره الاعمال، العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، والقانون. القانون حتى هو قانون زوين هنا في ايطاليا، ولكن في شويه الخدمه. بالنسبه للتخصصات الزراعه والبيئه، كاين العلوم الزراعيه، علوم الزراعه عفوا، التكنولوجيا البيئيه، اداره الموارد الطبيعيه. وبالنسبه للعلوم التربويه، كاين تعليم الطفوله المبكره، تعليم الكبار والتربيه المستمره. المهم هادو هما يعني لي برونش اللي كيجوني انا، اللي كنسول عليهم بزاف، سورتو الطلبه اللي كيجيو من المغرب العربي. فاش كندوي على المغرب كنقول المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. كاين حتى بعض الطلبه اللي كيجيو من مصر كيسولوني. دونك هادو هما الشعاب اللي معروفين واللي مشهورين، اللي كيديروا الاغلبيه اللي كاينين في تورينو. واللي عنده شي شعبه ما قلتهاش هنا كتب لي في كومونتير ونقلب ليه نشوف واش كاينه ولا ما كايناش. بالنسبه لطرق التدريس واللغات، كاين اللي يقول لي واش كيقراو بالطاليانيه، واش كاينين دي برونش كيقراو بالونجلي. اييه. بالنسبه لطريقه التدريس، اولا هي بحال اغلب الجامعات اللي كاين هنا، كاين نظري كاين تطبيقي. هاد اللعيبه زوينه صراحه، انا شخصيا كانت عجبتني فاش كنا كنديروا النظري والتطبيقي. واخا انا كندير العلاقه الدوليه، يعني كاين اللي يقول لي او التطبيقي كي غدير ليها. دونك درنا، المهم بلا ما نحل هذا القوس هذا، درنا التطبيقي حنا في العلاقه الدوليه وفي العلوم السياسيه. وبالنسبه كما قلت لكم اللغات، كيقراو بالونجلي وكيقراو بالطليانيه عفوا، وكيقراو حتى بالونجلي. والشروط راه غندوي عليهم في فيديو اخر ديال كيفاش انك تكون عندك شهاده اللغه، منين غتجيبها وشكون اللي كيعطيها لك. هادو كاملين غندوي عليهم ماشي في هذا الفيديو، فيديوهات اخرى مقبله ان شاء الله.
دابا ندويو على اهم حاجه واللي هي كتسنى الاغلبيه، اللي هي الإعاقة، المنحه. اما بحال تقريبا اغلب الجامعات اللي كاينين هنا في ايطاليا فهي جامعه حكوميه. الوغ كتاخذ المنحه، كيعطوك منحه ديال الحكومه اللي هي اصلا اللي خديتها انايا باش جيت، واللي دويت عليها بزاف في الفيديو اللي كاينين قبل من هذا الفيديو هذا، اللي كتخول لك انك تاخذ الحي الجامعي، المنسا هي المطعم ولا المقصف، وكيعطوك فلوس وكتعفى من الضريبه السنويه ديال الجامعه. يعني ما كتخلصش لي طاس، كتقرا فابور، كتاخذ فلوس وقرا قرا، كيعطوك كلشي. بالنسبه للحياه الطلابيه اللي كنتي طالب وجيت تقرا هنا في ايطاليا، تورينو صراحه العيشه فيها مقارنه مع ميلانو روما فهي المستوى ديال المعيشه ديالها هابط. بالنسبه للطلبه اللي كيجيو كياخذوا الحي الجامعي، كيعطيهم الحي الجامعي، هذا احسن حاجه تقدروا ديروها باش يلاه تجيو. وبالنسبه للخدمه، يعني تقدر تخدم بارت تايم، حيت كل ما كانت المدينه كبيره كل ما كانت الخدمه موجوده. بالنسبه للحاجه اللي ولات غادو كتصعب هي الكرا. الكرا في ايطاليا راه ولا شي حاجه اللي صعيبه فريمون، صعيبه. غنديروا على فيديو حتى هو كيفاش انك تقلب على الكرا الا كنت اول مره غادي لايطاليا. فاخوان واخا الفيديو يكون جا طويل شويه، فهذا حاولت انني نعطيكم غير واحد المختصر على الجامعه ديال تورينو اللي انا كننصحكم بها. السلبيات اللي فيها عايشه كما قلت لكم بارابول مع بيروجا فين كاين انا، هي الزايده متوسطه، ماشي غاليه وماشي رخيصه. مي السلبيات اللي فيها عاوتاني هو ان فيها العرب بزاف. كاين يقول لي انا جيت كنبغي نتلاقى مع العرب مغاربه صحابي. شوف هذيك راه فطره فينا حنا، راه كاملين فاش كنبغي نتلاقى مع صحابنا المغاربه كيعجبنا الحال، سواء في قهوه سواء يجيو عندك للدار سواء نتجمعوا. هذيك حاجه زوينه، يعني كتحس راسك انك واخد راحتك في الهضره. مي تقدر اللعبه ما تعاونكش فاش في حياتك وفاش انك في قرايتك. والا بغيتي تونجاجا مع المجتمع الايطالي، فالا بقيتي غير مع العرب ما غتعلمش. الا كنتي غتبقى غير مع العرب انت اللي ما مزياناش ليك، حيت ما غاديش تونجاجا مع المجتمع، ما غاديش تونجاجا مع لا كولتور ديالهم همايا، ما غاديش تولي عندك الطلاقه في الهضره في اللغه. واللغه هنايا اللي واحد الحاجه اللي هي شوف ماشي ضروريه واحد الدرجه ما كتصورش. هادشي ما كان في هذا الفيديو. هذه الجامعه الاولى اللي كنصحكم بها انكم تجيو الا كنتو بغيتو تقراو فيها، اللي هي جامعه تورينو. وغندوي لكم على جامعات اخرين، اللي عنده شي جامعه باغي يسول عليها يخلي لي في كومونتير، نقلب لي عليها نسول الناس اللي كاينين تما. المهم تورينو علاش انا درت هي الاولى، حيت كنعرف فيها دراري تما وتواصلت معاهم وعاودوا لي على تورينو يعني بصفه عامه، وحاولت اني نلخص ونعطيكم مختصر المفيد. الا كنتو انتريسي بشي جامعه اخرى خليو لي في الكومونتير او في ميساج، ندوي عليه في فيديو اخر ان شاء الله. ولا كنتو انتريسي بانني كل مره نحط لكم جامعه اللي ننصحكم بها، خليو لي في كومونتير. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. كان معكم ايوب، تهلاو.